بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الربيع وشم النسيم. الدنيا ربيع بقى والجو بديع، وهنقفل على كل المواضيع ونعمل معاكم الفسيخ النهاردة. هنعمل السمك البوري، وهنعمل السمك السردين، هنملحهم معاكم النهاردة. زي ما انتم شايفين بقى اكلة ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. طبعا انا بقى ايه، مقدمه لكم على السفره، لكن انا مش هاكل على السفره، انا هبرش في الارض واقعد بقى انا والعيال. بص بقى، ابويا الله يرحمه كان يقول لي الاكله اللي بيقلعوا لها يعني. احنا ما بنشبعش من فيديوهات التخليل ما شاء الله، يعني بنحب نعملها على طول. وطبعا بقى زي ما انتم شايفين مزينين سفرتنا بشويه خضار جمال جدا جدا. زي ما انتم شايفين الفسيخ مزبد معانا بقى، روعه روعه جدا جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وهبدأ معاكم بتمليح البوري. طبعا احنا معانا كركم، معانا شطة، معانا ملح خشن، ومعايا كام حبة من القرنفل والورق الروري، يعني او اللي هو ورق الغار. طبعا بيدي ريحة عطرية للفسيخ، ما يخلوش يطلع الزفارة اللي فيه. زي ما انتوا شايفين طبعا انا غسلته وصفيته لمده 3 ساعات مش اكتر. صفيته تماما وابتديت انشفه زي ما انتوا شايفين كويس جدا بالفوطه او باي مناديل معانا. وطبعا مخليش فيه اي نقطه من الميه. ونبتدي طبعا ان احنا بقى ايه، نعمله تدليك كده عشان ايه يبقى مزبت وجميل معانا. انا خللت معاكم الفسيخ كتير، بس انا بحب حلقات التخليل بصراحه، وقلت اشارك معاكم الفيديو تاني يعني. طبعا فرشت الشنطه بالملح والشطه واللي احنا عاملينهم. وطبعا ابتديت احشي النخاشيش بتاعته كويس قوي، وهملس كده على السمكان من بره. وهبتدي طبعا ايه، ارصصه في الشنطه. طبعا بنخليه في اي حاجه بقى، في شنطه، في بطرمان، في اي حاجه حابين. انا بستسهل الشنطه كده على طول، يعني اخلص وارميها كده على طول يعني. تمام. وابتدي طبعا رصاصه زي ما انتم شايفين. انا مش قادره اتكلم بصراحه من الاكله، لسه مخلصه الاكله كاتمه على نفسي يعني. وطبعا بقى ايه، زي ما انتم شايفين بقى ايه، رصصنا البوري. وهنبتدي طبعا بقى نقفل الشنطة كويس، نطلع الهواء منها. طبعا هنرشش من فوق ملح ومن تحت ملح، وهنعمل كمية كبيرة، هنبقى طبقة سمك طبقة ملح. اوكي. وهنبتدي طبعا نقفل الشنطة ونستعمل كذا شنطة كده في قلب بعض. اهم حاجة نخرج الهواء تماما منها. وفي الاخر طبعا بلفها برضو ايه بكيس ستريتش عشان احكمها خالص ان ما يخشلهاش اي هواء. تمام. وطبعا ما تسقطش الميه بتاعتها، لان الميه اللي بتنزل من الفسيخ طبعا بتبقى لذيذه كده، بتخلي الفسيخ طري وجميل. اوكي. لما ينزل ميته منه يقوم ينشف معانا، لازم نحافظ على النقطه دي يعني. اوكي. طبعا هنا هنحطه طبعا في اي ظرفه بقى ضلمه كده، او نحطه في علبه. تمام. المهم نحطه في مكان يكون مظلم يعني. المهم معانا بقى طبعا هنا السردين الجميل ده، التحفه ده، انا جايباه من السوق، لذيذ كده وصغنطه كده. طبعا برضو عملت نفس الكلام، حطيت الملح بس ده ملح ناعم، وشطه وبابريكا، وطبعا لوري وقرنفل. اوكي. كام حبايه من القرنفل. طبعا انا استخدمت الملح الناعم هنا لاني كنت جايبه السردين بدري، قصدي متاخر ولا ايه. فكنت جايباه متاخر، فانا طبعا عملته على 6 ايام. فالملح الناعم بيخلي التمليح يعني يستوي بسرعه يعني. اوكي. يخلص بسرعه. المهم طبعا معايا بطرمانين حلوين كده، طبعا مليتهم زي ما انتم شايفين. وهبتدي طبعا اسيبهم واقفل، احط طبعا شويه من الزيت كده عليهم. وطبعا ورقه لوري كده تدي ريحه عطريه جميله، ونقفل عليهم باحكام. حط كيس مشمع كده عشان نكتم الهواء تماما. وبعدين هنركنه بقى لمده 6 ايام، اتعمل معانا وهيبقى زي الفل ان شاء الله. تمام. هنا بقى هنبتدي طبعا ننضف الفسيخ بقى معانا بقى، هنفتح عليه بقى. يعني بصوا بقى، جت اللحظة الحاسمة بقى والقلبي مش متحمل والله. يعني روعة روعة بجد يعني. طلع تحفة معانا، عملنا الطريقة الصح، اتبعنا الخطوات صح، هيطلع معانا زي الفل. ولو أول مرة بتعملوه جربوا في كيلو واحد من الفسيخ. أوكي. ما تعملوش كمية كبيرة أو لو هتعملوا أول مرة، هو بيبقى ناجح وبيبقى جميل جدا ما شاء الله.
طبعا الواحد زمان بقى كنا بنخلي الفيزيو دون يعني بال10 كيلو كده، بنعمل جردل محترم، ندي العيلة وعيلة العيلة والجيران. طبعا كان ب1000 جنيه غرق الدنيا. دلوقتي بنعمل غدوة واحدة كده تتكلف ال1000 جنيه. الحمد لله على كل حال. المهم يعني طبعا بقى هنبتدي بقى هنا ننضفه. انا بقى أنا بفتحه من الظهر كده، بس طبعا بشيل القشر الاول ونضفه تماما. انا ما بغسلوش لان انا غسلاه، انا حاجتي في البيت عاملاها، فطبعا مطمنه منها، مش هغسله تاني. اوكي. طبعا بقى طبعا زي ما انتم شايفين قطعناه الجزل جميله. انا مش بحب اخليه، انا بحب اكله كده زي ما قلت لكم قبل كده. وطبعا هنخلص الكميه طبعا كلها، نرش بقى عليها شويه من الزيت، شويه من الليمون، وشويه بقى من الشطه كده، ونقفل العلبه. انا كنت بحضر قبلها بيوم عشان يبقى جاهز معايا. طبعا انا حطيته في العلبه دلوقتي لحد ما نيجي ايه نتغدى. اوكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا زبده زبده يا اختي، يعني اقول لكم ايه بس قوالب زبده دي ولا ايه؟ المهم طبعا ايه هنخلص الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله، رائع رائع يعني ما شاء الله. وهنبتدي بقى نروح نشوف السردين بتاعنا. الاول طبعا هحطه بقى اغطيه كده واسيبه بقى. طبعا انا البطرمان الكبير راح لصاحب نصيبه بقى بالهنا والشفا، وفتحت على البطرمان الصغير وابتديت طبعا افتحه زي ما انتم شايفين كده. بشيل الراس واقصقص كده واشيل قلبه من بطنه يعني. وهو ما فوقش في بطني قوي يعني ولا حاجه، يا دوبك نضفته بسيط كده. بص بسم الله ما شاء الله، احمر كده وجميل وناعم وجميل جدا يعني. 6 ايام كان معانا زي الفل يعني ما شاء الله. اهم حاجه في الموضوع واحنا بنصفي واحنا بنغسل الحاجات دي يعني. انا طبعا غسلت السردين قبل ما اخلله طبعا، وبرده نشفته بنفس فكره الفسيخ بالظبط. طبعا خلص معانا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني اكل عسل عسل يعني. حبايبي واخواتي ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.